أهم جزء في الشقة هو مدخل الشقة. تعال نشوفه مع بعض أفضل الطرق لاستغلال المداخل. أشهر حاجة للمداخل معانا تقريبا بتيجي تتحط في معظم البيوت معانا الجزامات. بس الجزامات ما ينفعش أحطها بالشكل التقليدي بتاعها، لازم أوظفها بشكل يبقى ترندي شوية. حاجة زي كده، ده مدخل باب شقة، حطينا جنبه جزامة، حطينا عليها أباجورة صغيرة أو ممكن لمبادير، شمعدان صغير، جزء زرع، برواز مراية. حاجة تانية برضو معانا، لو جزامة محطوطة معايا أو مدخل الباب محطوط معايا في مكان أوسع شوية أو ليه حيطة زاوية بنفس الشكل كده، بحط الجزامة ولازم طبعا يبقى عليها شوية أكسسوارز، فوقيها ساعة. عملت مثلا أباليك في الحيطة بالشكل دوت، حطيت برواز مراية ما بين الأبليكين، فأعطاني شكل شيك جدا برضو معانا. حاجة ثالثة معانا، دي برضو مدخل شقة، عملنا جزء للقعدة ودولاب كبير لو كانت أسرة كبيرة محتاجة جزامة بشكل أوسع. حاجة بالشكل ده بتبقى قوية جدا معانا. جلدنا الحيطة بتاعت القعدة نفس حيطة الظهر بالشكل ده، طلع كويس جدا. وكل ما حطينا زرع أو حطينا فازات بشكل طويل، بالذات اللون الأخضر، بيبقى قوي جدا معانا. حاجة زي دوت، ده مدخل باب، تحتيه عملنا جزامة بالعرض، حطينا قاعدة عليها، فازة زرع بالشكل ده قوية جدا، بروازين مراية في الجهة المقابلة ليها بحيث اللي طالع واللي داخل برضو بيبص على نفسه بشكل كويس. مدخل قوي جدا، شيك بسيط، مفيهوش أي تفاصيل. حاجة برضو من الحاجات القوية معانا، ممكن نطلع بره إطار المداخل اللي فيها الجزامات، نعمل كونسول بالشكل ده. ده كونسول برواز مراية كبير على مدخل الباب، حطينا الكونسول، حطينا 2 باف، برواز مراية، حفرنا في المراية، عملنا أبليك في الجزء ده وعملنا أبليك بالجزء ده. الجهة الموازية ليه حطينا تابلو. طبعا الكونسول برضو بيتحط عليه شوية شمعدانات، ممكن يتحط الساعة، ممكن يحط فاز، ممكن نحط لمبادير جنبها بشكل مميز. في أفكار موازية تانية معايا للقناصيل. ده كده كونسول برضو بالفكرة ديت، مش حابب ان الحيطه يكون فيها اي افكار ديكور او ما فيهاش اي حاجه، وانا مش عامل اي اوضاع من اوضاع الديكوريشن خالص، فانا جايب كونسول بالفكره ديت، بس لازم يبقى عليه شويه ديتيلز عشان تبينه او تظهر المدخل بشكل كويس. فكره تانية برضو معانا، ده مدخل عملنا فيه جزامه ليها ستاند قاعده فيها الادراج بتاعتها، او ممكن يتعمل قلاب فيها مكان لتعليق المفاتيح او الدخول والطلوع، بتعلق جاكيت، بتعلق مفتاح. حطينا عليها فازة زرع صغيرة، برضو من المداخل القوية جدا معانا، بسيطة. ده مدخل موجود معانا برضو في اتجاه البانوهات. تعال نتفرج، لو انا عندي اتجاه بانوهات في المداخل، عملت بانو، حطيت عليه برواز مراية، عملت الباب بتاعي اسود، 2 باف من تحت، 3 ادراج. طبعا اي كونسول او اي جزامة لازم تتوظف جنبها او عليها شوية ديتيلز عشان تظهر جمالها اكتر، وطبعا مع توزيع الاضاءات بيختلف الموضوع جدا. دي جزامة برضو متواجدة معانا، بس الجزامة دي شيك جدا، فيها فراغ، فيها جزء للبف للقعدة، قطعة اكسسوار موجودة فوق الجزامة، طبعا ما فيهاش اي تفاصيل، بس عاملين زي جزء ديكوريشن موجود على مدخل باب الشقة. طيب لو اتكلمنا ان المدخل بتاعي الطرقة بتاعته صغيرة، ممكن نوظفه بالشكل ده. مدخل صغير، فبالتالي هحتاج حجم كونسول او قطع حاجه احطها معاها تكون رفيعه جدا، ما تتعداش تقريبا ال 20 سم او ال 18 سم، 20 سم، 25 سم، زي ما هو موجود بالشكل ده. بس ممكن اوظف على الحيطه جزء من المرايات بحيث المرايه بتكبر معايا الموضوع بشكل كبير. طب انا عندي دلوقتي مدخل الشقه كبير شويه، محتاج يتوظف بشكل مختلف عن النورمال بتاع الجزامات او بتاع القناصيل بشكل معين. حاجه زي كده، ده مدخل باب، عندي بارتيشن قدامه كبير، ممكن احط درجين معلق زي فكره كونسول، نص دايره هلال، ممكن اعمل بديل رخام او بديل خشب في الجزئيه ديت، او اسيبه ساده خالص، او مثلا فكره تانية زي دوت. ده مدخل عندي باب، عملت جزامه بزاويه حرف ال بنفس الشكل، طبعا دي متجلده كلها على الحيطه، نازله معايا ضرفتين، نازله معايا ضرفتين، عملت منها زي وحده سراحه كده، هي نفس اطار فكره الدريسنج شويه. ده جزء بسيط جدا من الطرق اللي ممكن نستغل بيها مداخل الشقه. لو عجبتكم الافكار ديت ممكن تسيبوا لنا في الكومنتات تحت اكتر حاجه عجبتكم عشان نعرف نتكلم عليها في الفيديوهات الجايه.